الاستعمار يجثم على المغرب العربي. بعد الجزائر وتونس أنهى الاستعمار الفرنسي والإسباني وبمباركة من القوة الاستعمارية الأوروبية الأخرى آنذاك سيطرته على المملكة المغربية لتعرف المنطقة التلاحم الوحيد بين شعوبها خلال هذه الفترة المجيدة. فإذا كانت كل مناطق المغرب العربي عرفت مقاومة محلية شرسة، فإن أول تكتل جمع بينهما هو تأسيس مكتب المغرب العربي بالعاصمة المصرية القاهرة سنة 1947، الذي دعا إلى التنسيق المغاربي تونس الجزائر والمغرب لمواجهة الاحتلال الفرنسي. هذا التنسيق سيعرف ذروته لتظهر جليا للمستعمر الفرنسي على الخصوص، ويبرز جليا تلاحم الشعوب ضده بعد قيام فرنسا بنفي المغفور له محمد الخامس خصوصا سنة 1954 تزامنا مع الذكرى الأولى لنفيه، والتي عرفت تسعيد عمليات المقاومة في الأمصار الثلاثة. الأمر الذي سيعجل بسقوط الاستعمار بتونس أولا ثم المغرب بعد ذلك، وإصرار فرنسا على التمسك بالجزائر معتقدة أنها حيدت تونس والمغرب عن الموضوع، خصوصا بعد رفض الملك محمد الخامس والسلطة بتونس ترسيم أي حدود معها رغم الإغراءات السخية الرامية بإرجاع الأراضي المقتطعة منها للطرفين، بل وأصروا أن أمر الحدود سيتدارسونه فيما بينهم بعد جلاء فرنسا عن الجزائر، الأمر الذي أكدته قادة المقاومة الجزائرية خصوصا خلال لقاء قادتها جبهة التحرير المغفور له محمد الخامس بإشبيلية الإسبانية سنة 1956 تزامنا مع توقيع اتفاقية إنهاء الحماية الإسبانية على المغرب. اللقاء الذي كان عربه الدكتور عبد الكريم الخطيب، حيث جمع بين بن بلة والملك الذي أكد على الدعم الكامل للمقاومة الجزائرية، ومنها منحه الممرات الآمنة دخولا وخروجا للرجال والعتاد، كما سمح لجبهة التحرير الوطني الجزائري بفتح مكاتب لها داخل التراب المغربي تحت إشراف محمد بوضياف الذي اغتيل بعد ذلك بالجزائر وهو رئيسا لها خلال العشرية السوداء. تصاعد الدعم المغربي للثورة الجزائرية بعد أن قرصنت فرنسا طائرة تحمل زعماء الثورة، الحدث الذي ساهم في الإسراع بعقد مؤتمر طنجة الوحدوي بين حزب الاستقلال المغربي وجبهة التحرير الجزائرية وكذا الحزب الدستوري التونسي. المؤتمر الذي دعا إلى منع فرنسا بالاستفراد بالجزائر ومواصلة دعم المقاومة حتى تنال الاستقلال، خصوصا بعد الخطاب التاريخي للملك محمد الخامس بالأمم المتحدة الذي كان أول زعيم عربي يتكلم باللغة العربية داخل أروقتها مطالبا بالاستقلال. ويؤلمنا ألما شديدا أن تجري في أرض جاراتنا الجزائر الشقيقة معارك يتسع نطاقها يوما بعد يوم. ومع كل هذا وبمجرد استقلالها تعود حليمة إلى عادتها القديمة وتتنكر لكل الجميل. انتظرونا في الحلقات القادمة التي سنعرض لكم فيها كل المحطات.